السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة ثانية على قناة سوسن شبيهي. اليوم إن شاء الله وبمناسبة عاشوراء نقدم لكم طريقة تحضير قريشلات باللوز. تلزمنا لتحضير هذه القريشلات المقادير التالية: 250 غرام زبدة مارغرين دايبة، كاس ديال الجوجلان محمرينو نصف تحميرة، كاس ديال اللوز خضر، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، 5 البيضات، خمارة ديال الحلوى وحدة. وبالنسبة للدقيق فهو على حسب الخليط. نمر الآن لطريقة التحضير. كما لاحظتوا في إناء وضعنا 5 البيضات، غنضيفو عليهم 2 كيسان ديال السكر كلاصي، ونخلطو مزيان. ثم بعد ذلك كنضيفو الزبدة دايبة، نخلطو مرة ثانية، نضيفو المواد الصلبة. نبداو باللوز، ثم الزجلان اللي سبق وذكرناكم انهم كاس ديال اللوز وكاس ديال الجوجلان. اللوز خضر، اما الزجلان فهو مقلي نص طيبة. نخلطو العناصر، وبعد ذلك نبداو نضيفو في الطحين ونخلطو، وما نساوش نضيفو خمارة الحلوى ديالنا. يعني تنبقاو نخلطو في العجين ديالنا وحتى نراقبو الصلابة ديالو. الا شاهدنا بان كيلزمنا نزيدو شويه طحين تنزيدو وتنخلطو، مع مراعاة انه بالنسبه لهاد الحلوى يعني خاص العجينه ديالنا ما تكونش قاصحه، نخليوها مطلوقه شويه. بعد ما كملنا العجين ديال الحلوى ديالنا، نمروا الان للمرحله التاليه، وهي اننا غنقسموا العجينه ديالنا لقطع صغيره ونشكلوا بها حريبلات القطر ديالهم تقريبا 1.5 سنتيمتر. لاحظوا معنا. تنكرروا نفس العمليه حتى كنكملوا كل العجين ديالنا. بعد ذلك تنوضعوهم في الصينيه، تنغطوهم بالسلوفان وتندخلوهم المجمد باش يبردوا مزيان. يعني كل ما بقاو في المجمد كثر كل ما مزيان ويسهلوا لنا في عمليه القطع. بعد ما خلينا الحلوى ديالنا في المجمد المده الكافيه باش الحلوى ديالنا تجماد وتسهل لنا في عمليه القطع، خرجناها من المجمد ونقطعوها قطع رقاق تقريبا واحد 4 مليمتر. اختاروا موس يكون ماضي، يعني يكون جديد، ماشي النوع ديال موس الخبز، وانما موس تكون عنده شفره حاده
باش يسهل على عملية القطع ويكون القطع متساوية. نصيحة: فاش تبداو تقطعوا الحلوى ديالكم ما تخرجوش الحلوى كاملة من المجمد، وإنما خرجوا مثلا قطعة ولا جوج حتى تقطعوهم عا باش تخرجوا القطعة الثانية والثالثة حتى تكملوا العجين ديالكم. حيت الا خليتوهم خرجتوا الحلوى كاملة في مرة، مجرد انها غتاخد حرارة غرفة العجين ديالكم غيرطاب وما بقاش يسهل لكم في عملية القطع. بعد ما تنكملوا عملية القطع ديال الحلوى ديالنا تنستفوها يعني في طاوة وتدخلوها الفران وتنحرصوا على انها تحمر وما تحرقش. بعد ما طابوا القريشلات ديالنا وخرجناهم من الفران تنحصلوا على النتيجة بالشكل التالي. تنتمنى من الله ان هاد الطريقة ديال تحضير هاد القريشلات تكون عجباتكم. أواشركم بركة مسعودة بالصحة والراحة.